متتبعي قناة عالم الصيدلة، مرحبا بكم في فيديو جديد آخر. في هذا الفيديو سوف أتحدث على موضوع كنت تحدثت عليه في فيديوهات سابقة. هذا الموضوع هو مشكل النحافة أو مشكل الزيادة في الوزن، حيث أن هذا الموضوع يشغل بال كثير من النساء والفتيات بنسبة أكبر. بطبيعة الحال هذه الفتيات والنساء يقومن باستعمال مجموعة من الأدوية داخل الصيدلية. هذه الأدوية غير مخصصة للزيادة في الوزن، ولكن هي توصف من طرف الطبيب في أمراض أخرى. على سبيل المثال، هناك بعض النساء يقومون باقتناء هذه الوصفة التي أمامكم، وهو الخلطة مثل دياستر وبيرنابول، حيث يقومون بمزج هذه الأقراص بهذا الشراب ثم يتناولن هذا الشراب. بطبيعة الحال هذا الشراب كيعطي واحد النتيجة أو انتفاخ في أقل من أسبوع، الشيء الذي يؤدي بعض النساء استفسار نساء أخريات: ماذا استعملت؟ شيء يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة داخل المجتمع. إذا يجب التوقف على استعمال هذا الخلطة، لأنها غير مخصصة في الزيادة في الوزن، فهي عبارة عن مكونات ضارة بالجسم بالنسبة للأشخاص الذين يستعملونها على المدى البعيد، بحيث تسبب مجموعة من المشاكل مثل الضعف، هشاشة الهضام، العقم إلى غير ذلك. إذا نتمنى من جميع النساء التوقف عن استعمال هذه الأدوية وهذه الخلطات من داخل الصيدلية، واتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية، أو استشارة أخصائي التغذية من أجل الاستفادة أكثر ربح صحة جيدة. إذا هذا فيما يخص هذا الفيديو، نتمنى أن تكونوا استفدتوا. إذا استفدت ادعمونا بلايك أو اشتراك إلى فيديو جديد آخر، وإلى اللقاء.